انت عارف ايه اكتر اكله مصريه صغيره كده ومقرمشه ولونها اخضر بس قدرت توصل للعالم كله؟ طب اصدمك، الاكله دي دخلت في معركه هويه بين دول. يعني تخيل معايا اكلتك المفضله المحندقه بقت ساحه لحرب سياسيه. الكلام كبير قوي من جوجو. بس ثانيه واحده، هو انت بتقول عليها طعميه ولا فلافل؟ اصل السؤال البسيط ده محير مليارات من البشر. فتعالى نعرف مين اللي ليه الحق في الطعميه، وهي اصلها مصر ولا بلاد الشام. اللي جاي هيصدمك لان الحقيقه راجعه لالاف السنين. المؤرخين بياكدوا ان الطعميه اتولدت هنا في مصر، وتحديدا في مدينه الاسكندريه، المينا اللي كان فيها تجار وبحاره من كل حته في العالم. وفي وسط كل الزحمه دي تتولد الاكله اللي بنتكلم عليها النهارده في مطابخ المصريين القدماء. ايوه من جوجو، بس مين اللي اخترعها؟ اللي اخترع الطعميه في البدايه هم الاقباط المصريين. في فترات الصيام بتاعتهم كانوا بيدوروا على بدايل للحم، فعايزين بديل نباتي ويكون طعمه حلو. قعدوا يجربوا لحد ما طلعت معاهم الوصفه العبقريه: عجينه فول متبله تتحمر في الزيت لحد ما تقرمش وتبقى مقرمشه وكرانش من بره وطريه من جوه. ويا سلام عليها يا اخويا يا منجوجو بشويه سمسم. في بعض المصادر بتقول انها علشان كده اتسمت طعميه، ومعناها قطعه طعام صغيره. يعني تخيل الاكله البسيطه دي بدات كفكره من الاف السنين وبقت سفيره لمصر في العالم كله. الطعميه لفت العالم وانت لسه بس في سؤال محير ناس كتير يا منجوجو: هي الطعميه الاصليه بدات فعلا من الفول ولا من الحمص زي ما بلاد الشام بيعملوها؟ اقول لك وبكل تاكيد الفول. الفول وقتها كان مكون مش غالي، موجود في كل بيت مصري بسهوله وكان هو الاساس. اما الحمص دخل اللعبه بعد كده لما الطعميه بدات تظهر في بلاد الشام. يعني بمنتهى البساطه لما واحد من اخواتنا السوريين يقول لك ان الفلافل اصلها من الحمص، قول له انت بتاكل النسخه الابديت مش الاصلي. طب ما تقول لي يا منجوجو، هي ازاي اصلا الوصفه خرجت من مصر ووصلت لبلاد الشام؟ تموت في القصص يا منجوجو يا اخويا. انا هقول لك. بعد ما الطعميه اتولدت لمصر كانت لازم تعبر الحدود، والباب الكبير اللي خرجت منه الطعميه ايه؟ مركز يا منجوجو، ميناء الاسكندريه. المينا دي كانت زي مطار القاهره دلوقتي، نقطه التقاء للعالم كله. والبحاره اللي بيجوا من الشام من اليونان من ايطاليا يشموا ريحه الزيت والبهارات، يدوقوا الاكله الغريبه دي ويقعوا في غرامها من اول قط. واي حد يدوق الطعميه لازم يرجع بلده بالوصفه بتاعتها. ومن هنا بدات القصه تنتشر، والبحاره ياخدوا معاهم وصفه الطعميه لبلادهم. لكن زي اي وصفه بتسافر ما بتوصلش زي ما اتعملت بالظبط، لازم كل بلد تحط لمستها الخاصه. ولو عايز تعرف اللمسه اللي احنا حطيناها للبيتزا تقدر تتفرج على الحلقه بتاعتنا. واللمسه دي هي اللي خلت الطعميه بعد ما خرجت من مصر ووصلت لبلاد الشام لقوا ان الحمص عندهم ارخص واسهل، قال لك هوبا بينا حمص، فاستبدلوا الفول بالحمص وسموها فلافل. قال يعني كده احنا مش هنعرفها. بس هنا بقى الصراع الحقيقي بدا، لان السؤال اتحول من ان الطعميه معموله من ايه لمين صاحبها الاصلي. لان في حد هقول لك عليه قدام طلع زي الخازوق وقال لك ان الطعميه بتاعتنا، ده ناقص تقول لي ان الكشري كمان بتاعكم. زي ما اتكلمنا احنا بناكد ان الطعميه مصريه، اخواتنا الشام بيقول لك لا احنا اللي اخترعناها. بس انت عارف الخناقه دي بالنسبه لي عادي، خناقه ما بين اتنين اخوات. لكن في نص القرن ال20 ظهر حد جديد وقال لك شالوم، الطعميه دي بتاعتي، وقال لك دي جزء من ثقافتنا، ده على اساس ان انت عندك ثقافه اصلا. وبدا يظهر نوع من المقاومه الثقافيه بسبب الطعميه. الموضوع كبير قوي كده من جوجو. يعني حته الطعميه اللي انت عمال تفركها في رغيف الفينو دي وكل همك هتحط عليها سلطه وطحينه ولا سلطه بس، في حرب دايره عليها. بس بعيدا بقى عن المعارك والجدل ده، هو يعني ايه طعميه بالنسبه للمصريين؟ الطعميه باختصار صديقي المنجوجو هي وجبه الفطار الاساسيه لكل مصري، مع الفول والعيش البلدي وشويه الطحين. والغريب في الموضوع ان مهما كان مركزك الاجتماعي، سواء كنت من مصر او من ايجيبت، فالطعميه جزء من حياتك اكيد. لو انت من مصر هتاكلها من العربيه بتاعت عم طلعت، ولو انت من ايجيبت هتقول عليها جرين برجر وهتاكلها من مطعم حلو وبيبرق. بس بقول لك ايه من جوجو يا حلو، هو ازاي الاكله البسيطه دي خرجت من شوارعنا وحوارينا وراحت تنافس في نيويورك وبرلين؟ برلين تخيل. مع الهجرات الكبيره اللي حصلت في القرن ال20 الطعميه سافرت من الشوارع العربيه لمدن اوروبا وامريكا. العرب اللي راحوا يشتغلوا هناك خدوا معاهم الوصفه، ومع الوقت المطاعم العربيه الصغيره اللي كانت موجوده هناك بدات تقدم الطعميه، والزباين الاجانب جربوها لاول مره واتفاجئوا. ايه الاكله النباتيه اللي فيها بروتين وطعمها من وحي الخيال؟ وفي الوقت اللي امريكا واوروبا كانت لسه بتستكشف الاكل النباتي او الفيجن لايف ستايل، رحبوا معايا بالطعميه. السوبر ستار وبطله المرحله، اكله رخيصه ومشبعه وصحيه نسبيا لو اتعملت في الاير فراير وما اتقلتش في الزيت، مليانه توابل وطعمها حلو وفيها كل عوامل النجاح. ومن هنا بدات القصه تكبر. برلين مثلا اتلقبت بعاصمه الفلافل في اوروبا، وفي نيويورك الطعميه بقت جزء اساسي من عربيات الاكل اللي موجوده في الشارع. حتى الغريب ان الطعميه ما اكتفتش بس ان هي تكون موجوده في العربيات اللي في الشوارع، وصلت كمان للبراندات الكبيره. تقصد مين يا منجوجو يا حلو؟ ماكدونالدز. بعد ما الطعميه عملت غزو في اوروبا وامريكا، المطاعم العالميه ما قدرتش تتجاهلها. وفي مصر ماكدونالدز نزلت منتج اسمه ماك فلافل، والنتيجه مليون قطعه اتباعت في اول اسبوعين بس. نجاح جنوني طبعا. يعني بمنتهى الاختصار الاكله اللي بدات في ميناء الاسكندريه العريق بقت بتنافس البيج ماك والماك رويال. بس بقول لك يا منجوجو يا حلو، ما تلخص لنا كده هو ايه سر نجاح الطعميه اللي خلى العالم كله يقع في غرامها، وازاي اتحولت من اكله ناس غلابه لايقونه عالميه؟ او النبي منجوجو تقول لنا، اصل انا بحب اتفرج على قصص النجاح دي قوي. هقول لك سر نجاح الطعميه مش في انها اكله رخيصه ولا انها نباتيه، سر الطعميه في الحكايه اللي وراه، وده دور منجوجو. منجوجو بيحكي لك الحكايه
الحكايات اللي محدش حكاها لك، واللي ورا كل اكل او منتج ممكن نكون بناكله او بنستخدمه كل يوم. المهم يا منجوه حلو ان الاكله الصغيره دي خرجت من ام الدنيا، سافرت مع البحاره وتغير ملامحها شويه في بلاد الشام، وقله مندسه حاولت تبرشط عليها لحد ما وصلت للمطاعم العالميه وجميع الدول الاوروبيه. اكله فيها تناقضات غريبه، بيحبها الغني والفقير، ممكن تلاقيها في عربيه فول في شبرا وهي تلاقيها في مطعم 5 نجوم في نيويورك، بس هناك بتتباع بالاخضر، شد حيلك معاها شويه. وعلشان كده الطعميه ما بقتش مجرد اكل، بقت رمز للهويه والبساطه. يعني اللي اخترعها من الاف السنين عمره ما كان يتخيل ان القرص الاخضر ده هيلف العالم. بس دلوقتي الدور عليك يا منجوه حلو، اكتب لي في الكومنتات انت بتقول عليها طعميه ولا فلافل، وقول لي بتحب تحشيها ايه، لان في ناس بدات تحشيها حاجات غريبه، كيري، موتزاريلا، شيدر، فقول لي انت مين فيهم، واكتب لي في الكومنتات حابب تسمع الحكايه الجايه عن ايه، عشان انا منجوجو وبعون الله احكي لك الحكايه اللي ما حدش حكاها لك. لايك بقى وشير وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان تتفاجئ بالحكايه الجايه اول ما تنزل.